بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم. كما تشاهدون في العنوان الخاص بالتسجيلات في عدل 3، اقترب موعد الانطلاق في التسجيلات في صيغة عدل 3 التي أقرها رئيس الجمهورية من ولاية شلف، حيث أنه تقرر إطلاق عملية التسجيلات بعد شهر رمضان المبارك، وهذا من الأشياء الإيجابية، خاصة وأن جل الولايات أكدت على أنها اختارت الأوعية العقارية التي سيتم بناء عليها هذه الصيغة، وهذا من الأشياء المميزة التي ستجعل عملية الانطلاق في بناء المشاريع يكون بسرعة ودون انتظار. وستنطلق العملية مباشرة بعد شهر رمضان المقبل، وستكون العملية ممتدة لمدة شهر كامل، أين يحق التسجيل لكامل المواطنين الذين يستوفون الشروط التي سيتم تحديدها في المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة الذي سيطلق في القريب العاجل. وكما أشار وزير السكن والعمران طارق بالعريبي في تصريح سابق أنه سيتم التسجيل بصفر ورقة، وهنا سيتم الاعتماد على عمليتين، وهي بطاقة التعريف الوطنية، والتي سيتم الاعتماد فيها على رقم التعريف الوطني. الثانية وهي رقم الضمان الاجتماعي، والذي كذلك سيتم اعتماده في هذه العملية. إذن التسجيلات الأولية في عدل 3 ستكون بصفر ورقة فقط، ما عليك سوى تحضير بطاقة تعريفك الوطنية، والتي ستكون ليس البطاقة الخضراء وإنما البطاقة البيومترية التي فيها الرقم الوطني وكذلك رقم الضمان الاجتماعي، ويمكن لأي شخص التسجيل في هذه الصيغة، وبعدها سيتم تصفية المؤهلين للاستفادة من هذه الصيغة، خاصة وأنه سيتم اعتماد بعض الشروط الجديدة، على غرار أن يكون المسجل متزوج، وأن لا يكون أعزب، وأن يكون واحد من الزوجين هو الذي يسجل وليس الزوجين معا، بمعنى سيتم اختيار واحد فقط من الزوجين من أجل الاستفادة من هذه الصيغة. وهذا كذلك من الأشياء الإيجابية، أين سيسمح للأشخاص الذين لا يمتلكون حاليا سكن الاستفادة من التسجيل والاستفادة من سكن في القريب العاجل. إذن بشرى للمواطنين الجزائريين على أن عملية التسجيلات في عدل 3 ستنطلق في القريب العاجل، فقط ما عليك سوى تحضير بطاقة التعريف الوطنية ورقم ضمانك الاجتماعي من أجل الاستفادة من عملية التسجيل. إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.